هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن اكتر حاجه طلبتوها مني الفتره دي، وهي ازاي نلم المتراكم علينا ونلم نفسنا كده قبل العيد. لان في ناس كتير جدا مننا مراكمين حاجات ومفكرين ان هم هيجوا يلموها بعد العيد. بس احب اقول لكم ان مفيش حاجه بتتلم بعد العيد بالطريقه اللي هو ان انتوا كانكم يعني لمين الدنيا ومية مية. هو طبعا عندكم فرصه كبيره بعد العيد، ان احنا اصلا يعتبر كلنا معظمنا امتحاناتنا بعد العيد هيكون عليها بالكتير قوي، يعني قصدي اقل حاجه ممكن تكون مثلا 20 يوم لو انتوا مثلا اعدادي. لو انتوا ثانوي فهيكون شهر وشهر وي كمان. فباذن الله يعني تقدروا تلموا كل حاجه، بس يعني احساس ان انتوا طالعين من رمضان مظبطين الدنيا كده، مش متراكم عليكم حاجه. كمان لو لحقتوا ان انتوا تلموا المتراكم عليكم وتدخلوا على ان انتوا تراجعوا شويه حاجات عندكم في المنهج، فده هيبقى حلو قوي. فيلا بينا بقى اوريكم الخطط اللي انا بعملها كل سنه اصلا، وهي دي الطريقه اللي انا بمشي عليها. وبرده انا بصراحه ما بقتنعش بموضوع الجداول الجاهزه، اللي هو اقول لكم يوم كذا ذاكروا كذا وكذا وكذا. بس في ناس كتير جدا طلبت مني الموضوع ده، فانا باذن الله هحاول ان انا اجمع لكم جداول من اللي هي الجروبات بتبقى بتاعه التليجرام وبتاعه الفيسبوك، والحاجات دي بيبقى برده فيها ناس محترمه جدا وبينزلوا حاجات حلوه جدا. فانا باذن الله هجمعهم لكم واحطه لكم في اخر الفيديو. هحط للثلاث مراحل بتوع اعدادي والاولى ثانوي وثانيه ثانوي. ثالثه ثانوي بقى ربنا يعينكم، يعني بصراحه ما اعرفش تقدروا ان انتوا تستخدموا الاسبوع اللي فاضل تقريبا على ما انزل الفيديو ده، هيكون باقي اسبوع في رمضان. فحاولوا ان انتوا تستغلوه قدر الامكان باذن الله، ويعني الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دي هتساعدكم جدا. فيلا بينا من غير ما اطول عليكم ونبدا الفيديو. اول حاجه وهي حاجه ملهاش علاقه بالمذاكره، بس بجد لازم نعملها، ان احنا نخلص اي حاجه ممكن تشغل بالنا واحنا قاعدين بنذاكر. يعني لبس العيد، هنلبس ايه في العيد، كحك العيد، بسكوت العيد، حلويات العيد، اي حاجه اي حاجه بجد. او اي حاجه حتى كمان ملهاش علاقه بالعيد، بس احنا يعني عندنا حاجه شغلانه في بالنا الفتره دي. حاجه مثلا احنا عايزين محوشين فلوس مثلا وعايزين نشتري موبايل جديد، عايزين نجيب حاجه فلانيه، هنعمل الحاجه الفلانيه. فهنحاول ان احنا قبل ما نبتدي مذاكرتنا ان احنا نخلص الحاجات دي، عشان ده هيساعدنا كتير جدا ان احنا واحنا قاعدين بنذاكر ما نكونش بنفكر في الحاجات دي، او على الاقل يعني مش شرط نكون بنخلصها. احنا مثلا عاملين حسابنا ان احنا عايزين نعمل حاجه معينه مثلا يوم 27 رمضان، فلسه يوم 27 رمضان ما جاش، هل هنستنى يوم 27 على ما يجي وبعدين نبقى نفكر نذاكر؟ لا عادي جدا، بس على الاقل نكون مرتبين في دماغنا ان انا هعمل الحاجه الفلانيه يوم كذا، هعملها بطريقه يعني كذا وكذا وكذا، ويكون الموضوع مترتب في دماغك وخلاص، يا دوبك بس فاضل ان انت تنفذه. فانت خلاص مش محتاج ان انت تقعد تفكر فيه تاني، فدماغك بقى وذهنك هيبقى صافي للمذاكره باذن الله. تاني نقطه ان انت تجيب ورقه وقلم وتكتب فيهم ان انت مثلا، فلنفترض ان انت عامل الجدول بتاعك ان انت عايز يوم 27 رمضان مثلا تكون خلصت المتراكم في ماده الكيمياء، تمام؟ فانت هتجيب قلمك وتكتب ان انا خلصت الدرس الفلاني او اللي كان متراكم عليا في الكيمياء. مش بتكتب انا هخلص او ده هيخلص او كده، لا هو انا خلصت خلاص. يعني انت بتكتب بصيغه الحاضر، كأن انت الحاجه دي باذن الله حصلت وعشتها وخلاص يعني. فده زي ما بقولك بيدي اشاره لعقلك كده ان انت الحاجه دي هي يعتبر حصلت اصلا، لان مخنا ما بيقدرش يفرق ما بين الحقيقه والحاجه اللي انت بتوهمه ان هي حقيقه، تمام؟ فانت لما تقول له انا يوم 27 خلصت الماده الفلانيه، فانت خلاص بتجبره او بتبرمجه ان انا على يوم 27 لازم اكون فعلا خلصت الماده الفلانيه، لان هو ده اللي انا بقوله لنفسي، هو ده اللي انا قلته. فمخك هيصدقك ومخك هيمشي وراك. فصدقني بجد الموضوع ده بيفرق جدا. وكمان مش في المذاكره بس، هو في ناس كتير بتستخدمه في حياتها، لو هي مثلا عايز تنجح في حياتها، تنجح في شغلها، مش عارف ايه. هو طبعا مش حاجه اساسيه، يعني مش هو ده اللي هيخليك ان انت يوم 27 تخلص اللي وراك وانت اصلا ما قمتش من على السرير وما فتحتش كتاب. بس هو بيساعدك، وزي ما بقول لك بيدي اشاره لعقلك ان انت لازم تخلص الحاجه الفلانيه دي، وبيفرق معاك جدا. وباذن الله باذن الله مش هيجي اليوم ده غير وانت مخلص اللي وراك. بس كل ده طبعا بيبقى باذن الله، يعني احنا بنكتب انا خلصت انا عملت بتاع، ده مش بيبقى ان انا يعني اعلم في الغيب او كده، لا الله اعلم برضو. كل ده بيبقى باذن ربنا، بس زي ما قلنا هو بيبقى زي طريقه بس برمجه للعقل، وان انت بتثبت لعقلك او بتوري عقلك ان احنا لازم قبل ما اليوم ده يجي يكون مخلصين الحاجه الفلانيه. الحاجه اللي بعد كده بقى ان انت خلاص هتبتدي بقى في مرحله المذاكره. يعني كل اللي انا قلتهم في الاول دول كانوا تجهيز للمذاكره، تمام؟ ان احنا بقى اول حاجه هنبتدي باذن الله ان احنا نجيب ورقه وقلم ونكتب المواد اللي عندنا، سواء احنا اعدادي عندنا 5 مواد، اولى ثانوي عندنا 10 مواد، تانية ثانوي سواء علمي او ادبي عندنا حوالي 7 او 8 مواد. فهنبتدي ان احنا نقسمهم، نكتب كل ماده ايه المتراكم علينا فيها. وهنا انا بتكلم عن كلمه متراكم، مش كلمه ان احنا حاجات عايزين نراجع عليها او كده. احنا دلوقتي بنلم المتراكم بعدين نشوف حوار المراجعه ده بعدين، تمام؟ وكمان لو احنا ما لحقناش ان احنا نراجع قبل رمضان فعادي مفيش مشكله. في ناس اصلا مبرمجه نفسها ان هي تخلص المنهج قبل رمضان، قصدي قبل العيد. في ناس عامله حساب ان هي تخلص بعد العيد اصلا المنهج. فانا هقول لكم برده على نظام تخلصوا المنهج امتى من وجهه نظري يعني، وبرده باذن الله يفيدكم. فزي ما بقولنا مثلا احنا هنجيب مثلا الكيمياء، ان احنا كنا في اول السنه مثلا كنا بنلعب شويه، فاول درس وتاني درس ما ذاكرناهمش كويس او ما ذاكرناهمش اصلا. او ممكن مثلا احنا مثلا جينا على اخر رمضان، او اللي هو في الفتره اللي احنا فيها دي مكسلين، مثلا جالنا دور تعب مثلا ما ذاكرناش بتاع، فراكمنا درسين كده. نبتدي برده ان احنا في كل ماده نكتب ايه الحاجات المتراكمه علينا، ولو ما فيش ماده متراكم علينا فيها حاجات خلاص ما نكتبهاش، تمام؟ يعني احنا بنكتب المواد اللي فيها متراكمات وايه هي التراكمات اللي في الماده دي.
بعد كده زي ما قلنا بتبتدي توزعها على جدول اسبوع. وانا بجد 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 برشح جدا ان انت تعمل الجدول بتاعك بايدك انت، لان انت اكتر واحد اعلم بنفسك، اكتر واحد عالم انت بتقدر تذاكر كام ماده في اليوم، تقدر تذاكر كام ساعه، هتقدر ان انت مثلا تاخد درس الفيزياء الفلاني مع درس الاحياء، ولا هيكون تقيل عليك، لا ما ينفعش تاخد فيزياء مع احياء. لكن مثلا لو انا جبت لك جدول جاهز وقلت لك خد اليوم ده فيزياء واليوم ده احياء، طب انت ما مش قادر تاخد الاثنين مع بعض، خلاص ما تذاكرش بقى، لا. فانت الاعلم بقدراتك، وانت الاعلم باللي انت تقدر تعمله واللي انت بتحب تعمله. فحاول ان انت تعمل جدول بايدك. بس زي ما قلت لكم لو انتوا بتحبوا الجداول الجاهزه هسيبها لكم في اخر الفيديو باذن الله، صور كده تقدروا تاخدوها سكرين شوت. تمام. هو زي ما بقول لكم على ما الفيديو ده ينزل هيكون فاضل تقريبا حوالي اسبوع او ممكن كمان اكتر شويه على باذن الله العيد. فحاولوا ان انتوا تقسموا الجدول بتاعكم على اسبوع، على الاقل يكون عندكم يوم الوقفه ده تكونوا فاضيين فيه، ما تقعدوش تذاكروا فيه. فبتقسموا الحاجات اللي وراكم على اسبوع. لو انتوا الحاجات المتراكمه عليكم في كل المواد، في كل المواد ال10 مواد او ال7 مواد او كل المواد اللي عندكم في المنهج او اقل من 7 دروس او 7 دروس، فهتبتدوا ان انتوا هتاخدوا كل يوم درس واحد من ماده واحده. تمام. فده طبعا اريح جدا، وكمان ان انتوا هتاخدوا حاجات جديده. يعني انتوا مثلا مش هتذاكروا المتراكم وتركنوا القديم، لا انتوا بتروحوا دروس مثلا او كده وبتاخدوا حاجات جديده، فلازم برضو تذاكروها. فانتوا المتراكم ده بتذاكروه جنب الحاجات الاساسيه بتاعتكم اصلا. لو انتوا المتراكم عليكم اكتر من 7 دروس واقل من 14 درس، اللي هو ضعف السبعه، ضعف الاسبوع يعني، فهتبتدوا ان انتوا كل يوم تاخدوا درسين برضو. وحاولوا ان الدرسين يكونوا من مادتين مختلفين. بس مثلا لو انتوا متراكم عليكم كل الدروس في الكيمياء، فلا ذاكروا الدرسين من الكيمياء عادي، مفيش اي مشكله. فحاولوا ان انتوا تقسموا الموضوع كده. لو طبعا المتراكم عليكم اكتر من 14 درس، يعني اتمنى ان انتوا ما تكونوش كده بجد، لان يعني الموضوع احنا لسه اصلا الترم الثاني بادئينه من ما فيش، وخلاص هيبتدي يخلص اهو. فيعني تمام يعني خلاص اللي حصل حصل. لو انتوا راكمتوا برضو اكتر من 14 درس مفيش اي مشكله. هتبتدوا بقى ان انتوا تنظموا نفسكم على ان انتوا تاخدوا كل يوم 3 دروس من 3 مواد مختلفين. وباذن الله في خلال الاسبوع برضو هتكونوا مخلصين الكميه المتراكمه عليكم. وكمان زي ما اقول لكم انتوا ممكن يكون متراكم عليكم مثلا 17 درس، فهل انتوا كده تاخدوا كل يوم درس؟ لا، حاولوا في ايام تاخدوا فيها درسين، اللي هي تاخدوا حاجات سهله مع حاجات صعبه، والايام اللي هتاخدوا فيها درس واحد تاخدوا ماده صعبه. تمام. الحاجه اللي بعد كده برضو اللي بتشجعني جدا على المذاكره هي دي. تمام. انا كنت بقتنع بيها حرفيا من يجي تقريبا يعني تقريبا لسه بقالي 6 شهور ولا حاجه بعملها، من اخر الترم الثاني كده، الترم الاولاني قصدي. تمام. ان انا ابتديت ان انا بعمل تو دو ليست بالحاجات اللي انا عايزه اخلصها. تمام. وبكتب التاريخ بتاع اليوم، مثلا النهارده ده 8 كان 28/2، كاتبه الحاجات اللي انا حابه اخلصها. الموضوع بيفرق قوي كمان لما يكون ورايا حاجات كتير، فبيساعدني كده ان انا انظم الدنيا. وان انا لو فعلا مضغوطه ومش قادره، حاسه ان انا الدنيا ملعبكه في دماغي، لا ببتدي انظم الموضوع على ورقه كده وبيبقى لذيذ قوي. مش بعمله كل يوم، يعني مثلا ده كان يوم 14 وده يوم 17، مش شرط بقى كل يوم ان احنا نعمل. بس مش معنى كده ان انا ما بذاكرش كل يوم، بس ممكن مثلا في يوم يكون عندي مذاكره قليله، يكون انا خلاص الدنيا مترتبه في دماغي، مش محتاجه ان انا امسك ورقه وقلم واظبطها. فالموضوع مش اساسي على قد ما هو لما بتكونوا مزنوقين او حاسين ان انتوا عايزين حاجه تنظمكم، ده بيفرق معاكم جدا. تمام. فبنجيب ورقه وقلم، نعمل مربعات كده ونكتب جنب كل مربع الحاجه اللي احنا حابين نعملها. وباذن الله بنحدد برضو، نحاول ان احنا نحدد ان نفسنا وقت معين ان الحاجه دي هتخلص فيها. يعني انا مثلا بادئ مذاكرتي الساعه 10 بالليل، فانا وعندي مثلا 3 مواد محتاجه اذاكرهم، فانا مثلا انظم نفسي ان انا هخلص مذاكرتي على الساعه 12 ونص واحده مثلا. قدرت ان انا اخلص في الفتره دي مفيش مشكله، ما قدرتش وحابب زياده تمام، خلصت في فتره اقل تمام. يعني الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، وانا قلت الكلمه دي 100 مره. بالنسبه بقى لاوقات المذاكره، فافضل اوقات للمذاكره في رمضان او في الفتره اللي احنا فيها دي، طبعا هي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع تنظيم الوقت في رمضان. لو انتوا برضو حاسين بلخبطه شويه وعايزين حاجه تنظم لكم الدنيا، شوفوا الفيديو. احنا طبعا يعتبر ما عادش فاضل حاجه في رمضان، بس شوفوا الفيديو هيديكم شويه افكار تساعدكم تنظموا نفسكم برضو في الاسبوع اللي فاضل ده، وتقدروا تلموا كل اللي تقدروا عليه باذن الله. فافضل وقتين للمذاكره هو الوقت اللي هو بيكون بعد التراويح لحد مثلا قبل الفجر. وطبعا هي الفتره بتبقى كبيره شويه، فمش شرط انتوا تذاكروا كل ده، بس بيكون في النص، في الوقت اللي في النص ده. وطبعا هتقوموا تتسحروا، هتقوموا تقعدوا مع اهلكم شويه. لو بتتابعوا مسلسل تابعوه، بس انا بصراحه بجد مبسوطه من نفسي قوي ان انا ما تابعتش وانا مسلسل الشهر ده. ويعني دي حاجه مريحاني جدا. وكمان ده غير ان المسلسلات اللي نزلت يعني معظمها مش قد كده، فيعني حسيت ان انا وقتي اغلى من كده بصراحه. وتاني احسن وقت للمذاكره وهو طبعا بعد الفجر. تقدروا انتوا تذاكروا من بعد الساعه 5 الفجر كده، تصلوا الفجر وتبتدوا يومكم تذاكروا. لان طبعا في الاوقات دي بتكونوا لسه ما تعبتوش، بتكونوا نايمين. يعني انتوا مثلا لو هتذاكروا بعد الفجر فانتوا بتكونوا نايمين قبلها. لو هتذاكروا قبل الفجر فانتوا عاملين حسابكم انتوا كده كده هتناموا بعد ما تخلصوا، فهتكونوا يعني ايه مش تعبانين او كده. ده غير ان انتوا هتكونوا لسه ما جوعتوش. فباذن الله مذاكرتكم يكون فيها بركه في الوقت ده، وتقدروا تلموا اكبر قدر ممكن.
الحاجه اللي بعد كده هي ان انت زي ما بنقول احنا بنذاكر حاجات متراكمه علينا، تمام؟ فاحنا نحاول ان احنا ما نركزش قوي في التفاصيل. يعني احنا ما بنركزش مثلا في هل مثلا في منهجي انا مثلا في الكيمياء، انا مش عارفه ليه عماله اضرب امثال بالكيمياء من اول الفيديو، بس تمام. ان انا مثلا عندنا في الكيمياء حاجه اسمها التهجين، تمام؟ ان انا بقى مش هقعد من دلوقتي وانا لسه كان متراكم عليا الدرس والناس واخداه اصلا ومخلصاه بقى لهم شهر، ان انا اقعد دلوقتي افهم يعني ايه تهجين اصلا، او التهجين ليه بيحصل، او تعريف التهجين والهبل ده كله. لا، الكلام ده ما بيجيش في الامتحان. انا دلوقتي بحاول الم الدنيا، تمام؟ فانا باخد الحاجات اللي هتجيلي في الامتحان، يعني ازاي اجيب نوع التهجين، ازاي اجيب الصيغه بتاعه المركب، ازاي اجيب عدد الالكترونات الحره، ازاي نوع التهجين ده هيفيدني في ايه، هي يعني اوربيتالات جزئيه ازاي هي بتتفاعل مع بعض وتتداخل مع بعض، الكلام ده كله. بس نحاول ان الكلام النظري اللي ما بيجيش في الامتحانات وما بيجيش في الاسئله ما نركزش عليه، لانه كده كده سواء انت ذاكرته من اول السنه ذاكرته اخر السنه هو كده كده ما بيجيش في الامتحان. فلا، ظبط نفسك في الدروس الاول بحيث ان انت تظبط نفسك على ان انت تقدر تحل اسئله. كذلك الفيزياء، كذلك المواد بالذات المواد العلميه اللي ما فيهاش لك كتير. حاول انت تظبط نفسك السؤال بيجي ازاي، مش انا ازاي حافظ المنهج او ازاي انا المنهج عارف هو كل حاجه فيه ازاي. لا، انا بس اظبط نفسي ان انا اعرف لما يتحط قدامي مساله في الفكره الفلانيه او في الدرس الفلاني اعرف احل عليه واعرف اصلا الاسئله بتيجي ازاي. وده طبعا هيجي من كتر الحل، فمفيش مشكله خالص ان انتوا تذاكروا الدرس مذاكره تكونوا مش مستوعبينها بنسبه 100% وتبتدوا تخشوا تحلوا عليه. وحتى لو حاجات قابلتكم في الحل تبتدوا ان انتوا تشوفوا بقى فيديوهات على يوتيوب او توروا الاسئله للمدرس بتاعكم ويبتدوا ان هو يساعدكم ويعرفكم الدنيا بتتحل ازاي. بس كده والله العظيم الموضوع ابسط مما تتخيلوا. لو انتوا مراكمين مليون درس والله العظيم تقدروا تلموه باذن الله. وبرده زي ما بقول لكم مش شرط ان انتوا تكونوا مظبطين نفسكم ان انتوا تخلصوا على العيد او قبل العيد او كده، لا عادي. يعني ايه المشكله يعني لما تخلصوا بعد العيد بيوم، بعد العيد بيومين، بعد العيد حتى باسبوع كمان؟ ايه المشكله؟ انتوا لسه عندكم بعد العيد تقريبا يعني مينيمم اقل ناس عندها عدد ايام قبل العيد هو تقريبا الجماعه بتوع اعدادي هيكون مثلا عندهم بتاع 15 يوم 20 يوم. فدول برضو عدد ايام مش قليل ان انتوا تقدروا تلموا فيهم وتراكم عليكم وتراجعوا منهجكم وكل حاجه تبقى تمام باذن الله. طبعا ما ننساش نستعين بالله، ندعي ان ربنا يعيننا في الايام المفترجه دي، ندعي ان ربنا يعيننا. الجماعه بتوع ثالثه ثانوي ربنا يوفقكم يا رب ويعينكم. يعني لو حد من ثالثه ثانوي بيتفرج عليا اصلا وبيحاول ان هو يستفيد مني فدي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي اصلا. فربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وبس كده، استعينوا بربنا زي ما قلت لكم. ادعوا كتير جدا في الايام اللي احنا فيها دي، احنا في ايام مفترجه. وبجد انا عايزه اقول لكم يعني ربنا كريم قوي ان هو مدينا ايام زي دي، العشر الاواخر من رمضان دول الصلاه فيهم وقيام الليل فيهم اي دعوه فيهم بجد مستجابه، مش بس ليله القدر. فادعوا من قلبكم وان شاء الله ربنا هيحقق لكم اللي بتتمنوه. وكمان حاجه هتفرق معاك جدا وهتبارك لك في مذاكرتك هي ان انت وانت بتذاكر تحاول تشغل قران، لو انت ده مش بيشتتك، ولو انت ده مش هتكون ان انت مشغل القرآن وخلاص مش مركز معاه وكده وعمال مثلا بتحفظ حاجة تانية او بتقرأ او كده. لا، انا ابتديت احب الموضوع ده جدا ان انا بشغل قرآن وانا بحل. فانا بحل مثلا مسألة مثلا يعني مش بتكلم فيها، انا بس بفكر في المسألة وبكتب النواتج والارقام وبطلع على الآلة الحاسبة وبتاع. فبكون كمان قادرة ان انا الحمد لله اركز مع القرآن وممكن ساعات كمان بقول معاه، تمام؟ لكن لو انتوا مش هتقدروا تركزوا معاه او لو انتوا بتذاكروا حاجه محتاجين انتوا تقروها فانتوا هتشغلوا لسانكم في حاجه تانية وعقلكم في حاجه تانية اصلا، فلا ما تعملوش كده. بس بجد هيفرق معاكم جدا في حته المذاكره. وباذن الله ايه تاني. وبرده لو انتوا مثلا الموضوع مش متظبط معاكم خلاص، بس انا زي ما قلت لكم في شيوخ افتوا ان هو ينفع لو انتوا هتركزوا مع القران، وفي شيوخ قالوا ما ينفعش، لان يعني ربنا قال واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. فحاولوا انتوا تجربوا وتشوفوا الدنيا ماشيه معاكم ازاي. بس هو بصراحه فرق معايا جدا وحسيت ان هو بيديني بركه في المذاكره، بيحسسني انا شخصيا انا كنت بحب قوي ان انا اشغل حاجات وانا بذاكر. بس ابتديت بقى ان انا ابدل الحاجات دي بقران، وبجد الموضوع فرق معايا جدا. وبحس ان انا مش ملانه وانا بذاكر، بالعكس انا حابه اجي اذاكر عشان اسمع قران وانا بذاكر، او حابه اسمع قران عشان اذاكر جنبيه. فبقوا الاثنين حاجتين مرتبطين جنب بعض يعني معايا، وهما في الاثنين حاجتين كويسين. يعني لو انتوا بقى مش هتقدروا ان انتوا تشغلوا وانتوا بتذاكروا، حاولوا ان انتوا بين كل بريك وبريك، كل فتره مذاكره وفتره مذاكره، ان انتوا تقراوا ولو صفحه واحده من القران. هتفرق معاكم جدا، هتبارك لكم في مذاكرتكم جدا، وهتعينكم جدا 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 باذن الله. فبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه قدر الامكان. لو عندكم اي اسئله ثانيه اكتبوها لي في الكومنتس، وزي ما قلت لكم هسيب لكم في اخر الفيديو دلوقتي السكرين شوتس بتاعت الجداول، تقدروا ان انتوا تنقلوها تكتبوها بايديكم او تاخدوها سكرين شوت وتطبعوها اي حاجه. وبس كده، ربنا يوفقكم جميعا واشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه. راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها
الفوز ليس بالوصول أولا، بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا.